رحلت ليزا مارلي بريسلي المغنية والابنة الوحيدة لأسطورة الموسيقى إلفيس بريسلي بعد إصابتها بسكتة قلبية مؤخرا استدعت دخولها أحد المستشفيات في منطقة لوس أنجلوس، والتي توفيت فيها عن عمر ناهز 54 عاما. وأعلنت والدتها بريسيلا براسلي الخبر من خلال بيان عكس حالة الحزن التي تعيشها العائلة، وقالت فيه بقلب منفطر: يجب أن أعلن الأخبار المدمرة بأن ابنتي الجميلة ليزا مارلي رحلت عنا، ولقد كانت أكثر امرأة عاطفية وقوية ومحبة عرفناها على الإطلاق. نطلب احترام الخصوصية بينما نحاول التعامل مع هذا الخسارة القادحة. ويذكر أن ليزي مارلي بريسلي ولدت عام 1968 وكان عمرها 9 سنوات عندما توفى والدها إلفيس بريسلي في غرلندا عام 1977. وبدأت الغناء عام 2003 من خلال ألبوم بعنوان لمن يهمه الأمر، وتابعته بألبوم ماذا الآن عام 2005، وكلاهما وصل المركز العاشر في قائمة بيلبورد المثير لأكثر ألبومات مبيعة لتسير على نهج والدها. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.